طالب الائتلاف المغربي لإحياء حقوق الإنسان عبر بيان له بكشف جميع تفاصيل تسريب فيديو ناصر الزفزافي المعتقل وهو شبه عاري، وكذا على الذين يقع المعتقل تحت أمرتهم، ثم من سيحقق في الواقعة وأسبابها وظروفها ومكانها وزمانها والأهداف منها، ومن سيسهر على التحقيق النزيه العميق الشفاف وفق نص البيان. وأضاف الائتلاف الحقوقي بأنه تلقى بصدمة قوية واستنكار شديد شريط الفيديو الذي بثته عدد من المواقع الإلكترونية يظهر المواطن ناصر الزفزاف المعتقل في ملف حراك الريف يشبه عاريا، متسائلا مع الرأي العام كيف يستباح الإنسان في كرامته وعرضه وحميميته وثنايا جسده، كما تستباح حرياته الدستورية والأساسية في الرأي والتعبير والتجمع السلمي ونشاطه المدني والجمعي والحقوقي. علامة اقتباس مزدوجة لنقطة. وإسنادا للبلاغ، فبالأمس تم تخوين مواطنين ومواطنات بالريف، بل كل الريفيين والريفيات ذاقوا من غضب السلطة التي تبرأت من مواطنتهم واعتبرتهم انفصاليين وعملاء للخارج يتلقجون منه التويل، بل واحتقرت هويتهم وحصان ذويهم لتبرير التنكيل بهم، حيث وصل الأمر لدرجة ضرب المحتجين ومحاصرتهم واعتقالهم وتعذيب بعضهم ومتابعة العديد منهم بجرائم ثقيلة قد تؤدي في بعضها لأحكام الإعدام. وأدان الائتلاف الحقوقي تعريض المعتقل ناصر الزفزافي لهذه الممارسة الخطيرة والمهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية لتنظاف لما سبق وتعرض له من تعذيب جسدي ونفسي، وإذ تؤكد على بلاغ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المتعلق بفتح تحقيق عميق في الموضوع، وعلى تعهد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بمتابعة القضية، وعلى مسؤولية وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة، فإنها تلح على ضرورة التعاطي مع الموضوع بكل نزاهة وجرأة، وإطلاع الرأي العام على الحقيقة كاملة حول ما جرى بكل استعجال وموضوعية وحياد، وترتيب كل الجزاءات القانونية اللازمة بكل صرامة، حتى لا يظل المنتهكون لحقوق الإنسان بعيدين عن كل مساءلة أو عقاب، ضمانا لمبدأ عدم الإفلاط من العقاب.